ماتش الزمالك وبيراميدز، انا مش هتكلم عن نادي الزمالك يا جماعه. انا اول مره في العالم اشوف حيطه واقفه بالمنظر ده والكره بتشاط بتتحرك بالمنظر ده. اتفرجوا وقولوا لي رايكم. معقول يا جماعه؟ معقول نادي في حجم الزمالك ما خدش؟ يعني ايه حيطه واقفه حاطط ايده مثلا، عايز يحط ايده مثلا على يحمي وشه يحمي صدره يحمي ايا كان، انما يقف بالمنظر ده كده والراجل داخل يشوط ويلفه؟ لا يا جماعه عيب بجد. انا مش يعني انا اهلاوي وحزين على نادي الزمالك ان عنده حيطه بتدي ظهرها للكوره وبتفتح. يعني يا جماعه الدرجه الثالثه دلوقتي، الدرجه الثالثه لعيبه في الدرجه الثالثه لما بيجي يقف حيطه ومسافه زي دي واحد هيشوط بيعمل ايه؟ على مشط رجله وبينط تمام ووشه للكوره. معلش انا عندي العيال في الاكاديميه لما باجي اوقفهم حيطه ما بيخافش من الكوره، ما بيلفش عينه على الكوره، عايز يطلعها بدماغه، عايز يقول لك اطلع الكوره وانا واقف في الحيطه علشان ما تجيش في الحارس بتاعي. انما نادي الزمالك اللعيبه بتاعته تبقى واقفه بالمنظر ده وتلف بالمنظر ده، المفروض الحيطه الخمس لعيبه او اللعيبه اللي كانت واقفه تيجي وكل واحد كده زي الفل يتخصم منه 100,000 جنيه. ليه؟ يا حبيب قلبي الحيطه كلها لفت وفتحت، يعني الحيطه لفت وفتحت. يعني يا عم انا كداب، بس الفيديو اهو واتفرجتوا عليه وشفتوا الماتش. يعني ما حدش في الاعلام اتكلم يا جماعه على الكلام ده، ما حدش قال الحيطه واقفه وفتحت. لا بيتكلموا على الجون ايه اللي جه في الشناوي، الهدف بتاع نادي الزمالك. كله يقول لك الشناوي غلط. هو اللي بيغلط حراس بس يا جماعه؟ ما في كمان لعيبه بتغلط، ولاعيبه بتغلط في ايه؟ في حيطه. انت تعرف ان في مدربين عشان لاعب عمل فاول على ال 18 ممكن ما يلعبش تاني. انما نبقى بالسذاجه دي يا جماعه؟ الكره بتتقدم، مش ان انا ابقى واقف وادي ظهري للحيطه وكمان ما بقاش واقف في مكاني. ما هو انت يا اما تقف من الاول مدي ظهرك للحيطه، مدي ظهرك للكوره ووشك لجونك، يا اما وشك للكوره وما تلفش. انما كده اقسم بالله يعني كارثه يا جدعان، كارثه. والكارثه دي عدت. المفروض كل واحد جدع يشارك الفيديو ده، مش عشان بقى مشاهدات ولا الكلام ده كله، انما كده بالمنظر ده الدوري المصري في ذمه الله. سلام عليكم.